احنا فين بقى النهارده؟ في مكان مش هيخطر على بالكم. احنا في محطة مصر في الفود كورد اللي فتح جديد. بصوا ده كده الكيدز اريا، ودي التماثيل. في كمان تمثال شارلي شابلن، شايفينه؟ في كمان دور فوق بس لسه تحت التجهيز، فتح كافيهات. وهنا كمان هتلاقوا هريسة احمد حسنين طبعا المشهورة، بصوا زي ما انتوا شايفين. هو طبعا المكان تحت التجهيز، وفي زي ما انتوا شايفين كده فوق كافيه بس لسه طبعا تحت الانشاء. وهنا في مكان وادي الحمام عشان يعني للي بيسأل لو في المكان حمام. هنا بقى المكان ده تقدروا تستنوا فيه لو حد مسافر، حد مثلا مستني حد ومش عارف يقعد فين. فالمكان بصراحة حلو قوي، مجهز وقرب المحطة. بصوا هنا يا جماعة ركن السعادة ده بيعمل حلويات حلوة قوي. بصوا عشان دي الاسعار اللي حابب يعني يعرف الاسعار. جميل جدا جدا، بيعمل حلويات حلوة قوي. ده لسه كده برضو الافتتاح بتاعه لسه، ده هيبقى كبدة. بصوا ده هنا برضو سندوتشات. دي كده بقى محطة مصر من فوق من عند الكافيه. بصوا وادي سوق محطة مصر اللي صورنا فيه قبل كده. طبعا كلكم شفتوا على القناة، يعني اللي حابب يشوف الفيديو بتاع محطة مصر بعد التجديد هيلاقيه موجود على القناة عندي. لو حابين يعني تشوفوا الفيديو بعد ما المحطة اتجددت. وهنا ده الفود كورد زي ما انتوا شايفين، في حاجات كتير قوي ما يعني تحت التجهيز. طبعا انصحكم اللي حابب يعني يجي وحابب يبص على المكان ويكون يعني جاي مثلا منتظر حد او في سفر او في حاجة، يقدر يجي ينتظر هنا وياخد المشروب بتاعه. والاسعار مش غالية، اسعاره حلوة جدا، في متناول الجميع. وزي ما شفتوا كده انا وريتكم فرع من اللي هو المحل بتاع محل السعيدة، وريتكم الاسعار بتاعته حلوة جدا ورخيصة. ده كده المكان، مكان حلو قوي يا جماعة والله. وانا عجبني شخصيا الفكرة نفسها ان يبقى في فود كورت موجود في محطة مصر. يعني الصراحة الموضوع اتغير جدا بعد ما كان فيه بائعة جائلين، وكان المنظر المحطة مش حلو خالص. دلوقتي المحطة بعد ما اتجددت بقى فيها كافيهات، وتقدروا كمان تقعدوا في الفود كورت الجميل ده. انا عاجبني قوي الفكرة. بصوا ده كمان كافيه اسمه استباحة، دي الاسعار بتاعته. بجد الفكرة حلوة قوي. اللي حابب بقى يعني، انا كنت بتعذب لما باجي هنا ما بلاقيش مكان اقعد فيه. اهو بقى عندنا بقى مجمع كافيهات، ولسه طبعا مش جاهز، لسه تحت الانشاء زي ما قلت لكم. انا حبيت بس اصور معاكم المكان عشان تتشجعوا كده وتبقوا عارفين ان اللي هيجي من سفر مش يعني هيلاقي اماكن كتير قوي ينتظر فيها، وكمان في سندوتشات واكل وحاجات كتير جدا. بصوا ده كده مكان من بره. اتمنى لو الفيديو عجبكم تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو في مكان معين حابين ان انا اصوره لكم برضو ممكن تكتبوا لي في الكومنتات، وانا هصور لكم كل الاماكن اللي انتوا حابين تشوفوها قبل ما تيجوا يعني.